ككل فيلم يعني بدينا بالسيناريو، بدينا بالفكره اللي هي فكره العاملات في نيكول سنتر اللي هما بالالاف في تونس وفي كل العالم العربي وفي العالم بصفه عامه. يعني فكره انه العولمه اللي قربت كل شيء ولكن خلقت برشا وحده وبرشا يعني سلبت الحريه نوعا ما للاشخاص. ثم بدينا بالبحث بتاع التمويلات والكاستينج اللي دام شهور كثيره، اكثر من عام بعد التصوير، وباقي في هذا الكل الرحله متواصله للبحث عن التمويلات. يعني ما كانتش سهله بالكل. والفيلم يعني هو il est un peu particulier. فهمنا اللي هو il répond pas aux attentes ni des festivals ni des fonds ni des gens qui ont du pouvoir في السينما. فكانت يعني شاقة واحيانا فيها برشا ديسبسيون، خاطر انا واحده من الناس معناتها بالنسبه لي يهمني ويعني لي برشا اللي معناتها ما نفقدش حريتي في الاعمال اللي نحب نعملها وفكرتي. وكان تحدي الحقيقه انه الفيلم يكون بدون احداث تقريبا صامت، وهذه معناتها البارتي بري نتاعي اللي دفعت عليها بشراسه حتى مع صناديق الدعم. بالنسبه لي زاد فكره اللي انا خذيت ممثلين تقريبا يعني بدون تجربه، تحدي ولكن تحدي جميل. سي دي بيرسون تري جينيروز وتري انفستي. وانا بالنسبه لي العمل معناتها مش فقط معناتها اصبح مشروعنا الكل مش فقط فيلم انا. وكو معناتها الليله الفيلم توا الى بارتيان كل موند، معناتها انا تقاسمته مع الناس الكل باش يعمل حياته من اول وجديد. يعني لي انه الفيلم اليوم شاف من طرف الجمهور، شاف زاد من طرف الممثلات الاول مره يشوفوا رواحهم على الشاشه، اللي انا معناتها خلاص يعني قسمت الفيلم هذايا مع الناس، وهذايا مهم بالنسبه لي. سي لا ديليفرونس.